الإخباري. في موكب رسمي تم صباح اليوم بثكنة العوين تأبين شهيدين من الحرس الوطني اللذين قتلا أمس من قبل مجموعة إرهابية في معتمدية قبلات. وقد اضطر الرؤساء الثلاث وعدد من أعضاء الحكومة قبيل ذلك إلى مغادرة موكب التأبين، وذلك في أعقاب احتجاجات أعوان أمن وحرس وممثلي نقابات أمنية بسبب تأخر عملية التأبين. هذا وتواصلت العملية العسكرية صبيحة هذا اليوم بمنطقة قبلات، وأسفرت إلى حد الصباح على مقتل عنصرين من المجموعة الإرهابية والقبض على مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الجريمة وحجز أسلحة وذخيرة. عمليات الكر والفر بين المجموعة الإرهابية والعناصر الأمنية والعسكرية في جبل التلة من معتمدية قبلات تواصلت اليوم، ومكنت من القضاء على عنصرين إرهابيين وإصابة ثالث، إلى جانب إلقاء القبض على بعض العناصر الأخرى وحجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة حسب ما أكدته جهة أمنية مسؤولة. وحول الجهة التي تقف وراء أحداث قبلات الإرهابية بن جدو، هما نفس التنظيم نتاعنا اللي احنا في حرب معاه منذ ان منعنا مؤتمرها الثالث، واحنا منخرطين معاه، وهذا يفهموه كان جماعه الامن والحرس الوطني بعيدا عن كل تجاذب سياسي. احنا رانا دخلنا في حرب على الارهاب، لكن احنا رانا ماضيين في الحرب هذه. وخلال زيارة أداها إلى العون المصاب في أحد مستشفيات العاصمة، أكد أن البيئة السياسية الحالية وما تتسم به من عدم في الرؤية يشجع راهو التجاذب السياسي ما يزيدهم كان قوة، يتفقوا إن شاء الله، وإن شاء الله التوافق عن قريب باش يتحدوا تجاه عدو موحد اسمه الإرهاب اللي ما عندوش لا دين لا لون لا ملة. وهذا التوانسة يلزمنا سائر في سبيل الحرب على الإرهاب. مماثلة متنوعة ومدروسة تؤكد أن الإرهاب يبحث عن موطئ قدم له داخل التراب التونسي، وهي ليست مجرد أحداث عارضة لبعض العناصر المتشددة. عندنا معلومات وتفجيرات على اغتيالات، ذاك علاش أول مرة في التاريخ الأمن والجيش والحرس يخدموا دوز سور دوز. والله لو يبدأ عندي صباع واحد هذا مركز والله اليوم ونخرج من هنا وباش نرجع نخدموا عادي جدا لليوم الغد، وما زلنا قدمنا وما زلت بس قدم حرس وبوليسية ما زلت. استعداد للذود عن الوطن مهما كانت يلزم بها لكنها لا تحجب ضرورة مراجعة طريقة العمل الميداني لعناصر الأمن وتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لوضع حد لآفة الإرهاب حتى لا تنزلق البلاد إلى المجهول. إليه النقابة العامة للحرس الوطني في بيان أصدرته أمس على خلفية أحداث قبلات. قرر رئيس الجمهورية المؤقت محمد